المرأة لا تختلف في التعاطي مع الأدب عن الرجل، بل إن مشاعرها الدافقة تساعدها أكثر في إضافة مسحة أحاسيس على النص الأدبي. ونحن هنا في منتدى هيفي الثقافي نلتقي مع الشاعرة والناشطة الحقوقية شهناز شيخي لنتحاور حول الأدب وعلاقته بالمرأة. فأهلا بك. بداية، كيف تعرف لنا شهناز شيخي هويتها الشخصية؟ شهناز شيخي من مواليد الحسكة، ولكن جذوري من عمودة من قرية غزاليك. أعمل محامية في قامشها، ناشطة في المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية ياسا، مركزه في بون في ألمانيا، تأسس في بون في ألمانيا، وعضو الهيئة الإدارية في اتحاد الكتاب الكرد سوريا. وكيف تقيمين علاقتك بالأدب على العموم؟ قبل أن تصبح شهناز شيخي محامية كانت شاعرة. الشاعر يولد شاعرا، أو الكاتب يولد وجذور الكتابة تولد معه. وعن نتاجاتك الأدبية فيما كتبتي؟ منذ الطفولة بدأت الكتابة من كان عمري 9 سنوات. بدأت أول ما كتبت مسرحية للأطفال. ومثلنا هذه المسرحية، ومعلمتي حتى الآن أذكر أن معلمتي لم تكن تصدق أنني أنا التي كتبت المسرحية، واستشارت أبي في ذلك أيضا. ثم كتبت قصة في نفس العمر، ثم أتت القصيدة. كتبت القصيدة بعد أن كتبت المسرحية والقصة، كتبت قصيدة. النتاجات الأدبية بعد كم من السنين جمعت القصائد التي أحبها في كتاب. أول كتاب كان لي اسمه ابنة الجن، مجموعة شعرية، طبعتها في عام 2007. الكتاب الثاني الذي طبعته ولم يلقى انتشارا هنا داخل الوطن، مجموعة شعرية أيضا في عام 2013، اسمه وطني. المجموعة الشعرية بعنوان اسمه وطني. الكتاب الثالث كان مجموعة شعرية باللغة الكردية ولا تلمن. وهناك مجموعة قصصية جاهزة للطباعة، ومجموعة شعرية أخرى جاهزة للطباعة. وأكتب المقالات بشكل عام، متناثرة في المواقع الإلكترونية والصحف. هذا من ناحية الأدب. والثقافة على الوجه العموم، هل هي من لوازم كتابة الشعر؟ كما قلت، الشعر يولد الإنسان شاعرا، أو يولد الإنسان وفي جيناته مورثات الكتابة، ولكن هذه الموهبة، لذلك نقول عن الكتابة أنها موهبة يولد وتولد معه. ولكن هذه الكتابة، هذه الموهبة بحاجة إلى الصقل، بحاجة إلى الثقافة. حين نشبه الشعر بأنه كالأشجار، فهذه الأشجار بحاجة للتشديد. هذا الشعر بحاجة لأن يصقل هذه الموهبة التي يمكن أن نقول أن الله خلق هذه الموهبة في الإنسان، أو أن الطبيعة منحته هذا الشيء المتميز، ميزته عن البشر الآخرين. فهذا الإنسان يجب أن يعطي هذه الموهبة حقها، أن يرفدها بالثقافة، أن يصقلها بشكل جيد ليعطي نتاجا رائعا يخدم فيه البشرية. نحن نفتقد كثيرا الثقافة الشعرية، تلك المرتبطة بتفاصيل وجزئيات بناء القصيدة عند الكثير من الشعراء. كيف يمكن تجاوز هذا النقص الثقافي؟ الحقيقة هناك كثيرون يكتبون الشعر، ولكن كم من هؤلاء الذين يكتبون الشعر هو شاعر؟ الحقيقة هذا السؤال دائما يفرض نفسه. عندما نقرأ كلمات متراصفة أحيانا، ولكن للأسف نشعر بالحزن أحيانا أننا هذا ليس الشعر. المشكلة هنا، المشكلة أن يعرف الإنسان نفسه، أن يعرف هل هو شاعر. وأنا أقول أن الشعر في تصفية دائمة للمتطفلين. الشعر في تصفية ذاتية دائمة للمتطفلين. هناك من يتطفلون على الشعر، لا يمتلكون الموهبة ولا يمتلكون الثقافة التي تدعم هذه الموهبة. فأنا أعتقد بأن هؤلاء ليسوا شعراء. ولكن يقال
أن شعراء هذه المرحلة يقرؤون أكثر مما كان يقرأ المبدعون الأوائل، ومع ذلك كما قلت نلاحظ نقصا ظاهرا في بروز تلك الأسماء المؤثرة والتي لا إشكالات حول تقييمها. ما السبب في ذلك؟ أنا أعتقد أن الشعراء الآن بشكل عام، لا أدري، أريد أن نميز بين الشعراء والذين يكتبون الشعر. نعم. أعتقد أن الذين يكتبون الشعر يفتقرون كثيرا للثقافة. الشعراء أعتقد أنهم يقرؤون، ولكن الجيل القديم كان يقرأ أكثر. الآن أعتقد أن الثقافة أكثر صارت ثقافة فيسبوكية. الثقافة الفيسبوكية أعرف يعني من خلال استبيان مع الكثير من الأصدقاء أنهم لا يستطيعون قراءة مقالة طويلة على الفيسبوك، والفيسبوك يأخذ الكثير من وقت الكاتب الآن. فأعتقد بأنه الاطلاع على المواقع الإلكترونية، على الصحف الورقية، على الكتب، هذا هو ما يحتاجه الشاعر الحقيقي. والآن نلجأ إلى القصيدة لتقرأ لنا الشاعرة شهناز قصيدة من قصائدها، وهي عن كوباني كما أعتقد. هي من مجموعة الشعرية المكتوبة بلغتي الأم. عنوان القصيدة كوباني. كوباني تيب نافيتا تفلي باراني دبن خوينا شرفاني تا بنجرة ديروكي با دهركا برخداني تكا بلندبا مينا يزدان. كوباني أزن جان فدايا آورك جآورن شرفاني دما أوين ديروكي دهجينن أوين دبن قربان. والآن نافذة التاريخ هل فتحت على كوباني؟ أعتقد بأن الصلاة كلها الآن لأجل كوباني. كوباني الآن أصبحت قبلة العالم، أصبحت الشمس في وجه الظلام، أصبحت النور في وجه الإرهاب والطغانية. ومن هنا نوجه تحية إلى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في كوباني، ونعود إلى أسئلتنا الثقافية. وأسألك أنه نتيجة عدم تبلور فكرة التخصص في كتابة الأجناس الأدبية بين مجمل كتابنا الكرد، كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ أعتقد بأن موهبة الكتابة تشبه الحمم البركانية التي تغلي في باطن الأرض وتبحث عن قشرة تنطلق منها. أعتقد بأن تلك الموهبة حين تجد ذلك المجال، إما أن تنفجر شعرا، وإما أن تنفجر قصة، وإما أن تنفجر شيئا آخر غير الكتابة كالعزف مثلا أو الرسم أو الرقص أو أي شيء آخر، أي نوع آخر من أنواع الفنون والإبداعات. إذن كما تقولين لا ضير في أن يكتب الشخص الواحد ما استطاع من أجناس أدبية. أعتقد بأن الشخص يجب أن يكتب ذاته، يجب أن يكتب بالصدق. نعم. ومتى يمكنك أن تمنحي صفة شاعر على شخص ما؟ كقارئ، عندما تكون القصيدة صادقة، عندما يكتبها الشاعر بصدق وألمح فيها الموهبة، وبالتأكيد عندما يكون الشاعر شاعرا فسألمح فيها أيضا الصور والخيال والتشبيه، سألمح فيها كل ذلك. أما كيف أقيمه فأعتقد هذه وظيفة النقاد، ونحن نحتاج لنقد حقيقي، نحتاج لنقد بناء، نحتاج لهذا النقد بصرف النظر عن العلاقات الشخصية، عن العلاقات العدائية أو عن العلاقات المحاباة. نحتاج نقدا محايدا بناء. إذن الشعر الجيد هو الذي يستدل على ذاته. نعم. يقول بعضهم أن الشعر يعني القافية، وبعضهم الآخر يقول بأنه الصورة والخيال. أنت أين تقفين من هذين الرأيين؟ عندما بدأت كتابة الشعر في طفولتي بدأت كتابة الشعر بالقافية. نعم. كان عمري 12 سنة 13 سنة بدأت أقرأ الشعر الجاهلي. كانوا يدرسوننا في المناهج الشعر الجاهلي والشعر القديم، فتأثرت بهذه الكتابات، كنت أكتب القافية. وعندما تفتق وعي بعد ذلك على الثقافات الأخرى، الثقافات المترجمة،
مثل رسول حمزاتوف، مثل رامبو، مثل ميلودا. قرأت الشعر المترجم، كان ما يصلني كانت الصور تصلني، كانت التشابيه تصلني، كانت المشاعر تصلني، لم تصلني القافية. إذن باعتبار العالم أصبح قرية صغيرة، فالقافية لم يعد لها دور أمام الترجمة. نحن نريد أن نقرأ كل شيء، نريد أن نقرأ ثقافات الشعوب، لا يمكن أن نقيد أنفسنا بأنه يجب أن يكون هناك قافية. نحن نريد أن تصل إلينا مشاعر الإنسان أينما كان وماذا كان. إذن من خلال الترجمة، ترجمة القصائد التي وصلتنا من خارج ثقافتنا، من خلال هذه الترجمات استدليت على القصيدة الحرة كما تسمى، أو الحديثة، أو القصيدة النثرية كما بعضهم يسميها. هنا هل هناك شعراء كتبوا هذا الجنس الشعري قبل الترجمات؟ أعتقد بأن جيجربين وأحمد خاني وملا جزيري كلهم كتبوا الشعر الموسيقي. بذلك الوقت كتبوا مشاعرهم بطريقة موسيقية تساعدهم على الحفظ أيضا، تساعد الجيل في ذلك الوقت على الحفظ أيضا. أعتقد أن الشعراء الكرد كلهم تفتقت موهبتهم وكتابتهم على الشعر المترجم، فبعدها كتبوا القصيدة الحرة. نعم. ومما تغارين من شاعر يكتب قصيدة جميلة، أم من شاعرة تكتب قصيدة تستحوذ على استحسان الآخرين؟ الحقيقة أن الشعر لا أربطه بشاعر أو شاعرة. أنا أشعر بالفرح حين أقرأ قصيدة جميلة، أشعر بالفرح حين أقرأ قصيدة جميلة. لا أربط ذلك بأنه شاعر أو شاعرة. أشعر بالفرح عندما أقرأ قصيدة جميلة بصرف النظر عن كاتبها، سواء كان شاعر أو شاعرة. وأشعر بالحزن عندما يتطفل أي شخص، سواء كان يعني امرأة أو رجل، على الشعر. أشعر أن الشعر يجب أن يكون أسمى من كل شيء. وأنصح الذين يكتبون الشعر ولا يمتلكون الموهبة، ربما يمتلكون موهبة في شيء ما آخر يكون أيضا نبيلا وساميا كالشعر. هل عندك قصيدة نستمع إليها الآن؟ قصيدة من مجموعتي الشعرية الثانية اسمه وطني. سأقرأ مقطع صغير منها، مقطع أحبه. وآمنت إني أحب الحياة، أحب السهولة، أحب الجبال، وبين يدي سماء ستعلو كمئذنة أو كنيسة، أو صلاتي بزيدي على كتف الشمس يرتل سرب ينام. شاعرتي، هل تكتبين القصيدة وتأتي الأفكار في مجرى الكتابة، أم تفكرين ثم تكتبين؟ هل لك سلطة على الأفكار؟ القصيدة هي ومضة، هي اشتعال الروح في لحظات. أعتقد بأن القصيدة لا يمكن أن تكتبها بعد تفكير. القصيدة هي التي تصطادك، هي التي تحرضك على كتابتها في لحظات. أعتقد أنه إذا مضى وقت بعد تلك الاشتعال الأولى، فأعتقد بأنها ستهرب منه. وهل تفشلين كثيرا في استكمال قصائد بدأتها بحماسة زائدة؟ أعتقد بأن القصيدة كما قلت هي الومضة الأولى، فأن تكتب 4 أسطر أو 4 أبيات في تلك الحالة المتسامية أفضل من أن تذيلها بنهاية مزيفة. أعتقد بأن القصيدة يجب أن تكتبها كما هي صادقة، أن لا تلحق بها شيئا مزيفا. إذن تستسلمين للقصيدة، تكون الومضة والبداية وتكون القفلة والنهاية. ومتى يمكننا إعلان نص أدبي أنه بلغ حدا عاليا من السوية؟ كما قلت، أعتقد بأننا نحتاج نقدا بناء حقيقيا ليقيم النص بأنه نص عالي أو نص بلغ السوية العليا. ومن يقيم هذا النص؟ كما قلت، الناقد الحقيقي. وأين هم؟ ونحن بحاجة إليهم. يعني مجتمعنا ككرد يكتبون بزخم
ولكن أن نحتاج النقد الحقيقي. هناك نقاد ولكن حالات استثنائية جدا. نحن نحتاج نقاد يتخلون، ينزعون عنهم معاطفهم الشخصية ويكتبون بروح الناقد الحقيقي ليبنوا شيئا رائعا للأجيال القادمة. وشعراء هنا هل يقبلون النقد حسب اطلاعك وعلاقاتك؟ ذات مرة قلت بأن الكتابة هي بذرة بحاجة للهواء، بحاجة لتربة صالحة، وأعتقد بأن الناقد الحقيقي هو الذي يتبنى البذرة الصالحة. إذا كانت موهبة حقيقية فذلك الناقد يمكن أن ينشئ منها شجرة. هل هناك أسماء للنقاد في بالك الآن؟ لا أريد أن أذكر أسماء معينة، ولكن أتمنى هناك شخصيات تبنت النقد، أتمنى أن تواصل يعني في درب النقد. نعم. تكمل دورها، تقوم بواجبها في مجال النقد الحقيقي. نعم. ألا تعتقدين أن هذا الناقد يشبه السياسي أو ينظر إليه هكذا، لا يقبل منه نقدا لنص حتى كان نقده بناء وقائما على أسس نقدية علمية جيدة؟ أعتقد ما دمنا نريد أن نبني مجتمعنا، أن نبني حضارة الإنسان بالتالي، فيجب على الكاتب الحقيقي أن يتقبل النقد ما دام ليس نقدا جارحا لا يمس شخصية الإنسان بل يمس الكتابة. يريد هذا النقد أن يطور أدوات الكتابة عند الكاتب الكردي، فأعتقد بأننا يجب أن نبحث عن هذا النقد لا أن نرفضه أو نتكبر عليه. فمثلا تجربتي الشخصية في كتابي الأول ابنة الجن، كنت خائفة ومترددة من طباعة الكتاب، ولكنني حملت ذلك الكتاب أخذته لكاتب كبير في طامشلو أستاذي وقلت له بالحرف: أنا قرأت لك نقدا وأعرف أن نقدك جارح، ولكن إذا قلت لي أنت موهوبة وهذه الكتابة جيدة سأطبع الكتاب، إذا قلت لي أنت لست شاعرة سأحرق قصائدي. وربما أحيانا الإنسان يكون مخدوعا في كتاباته، ربما ليس شاعرا وقد يتصور بأنه شاعر. هذه التجربة الحقيقة يعني كنت وقتها صغيرة أيضا، ولكنني تحديت بروح عالية هذا الموضوع. حينما تكونين مندمجة في كتابة قصيدة لك ومانع ما يقطع عليك أفكارك، هل تستغرقين وقتا طويلا للعودة إلى الأحاسيس ذاتها؟ أعتقد القصيدة هي الومضة الأولى، وعندما تهرب منك القصيدة فلن تعود مرة. فمن الصعب أن تعود لنفس المشاعر التي كنت تكتب بها قصيدتك مرة أخرى. تبقين على هذه الحالة إلى أن تعود إليك قصيدة جديدة وبأحاسيس جديدة. أفضل أن تبقى القصيدة تلك البضعة سطور، فهي الحالة الصادقة التي يعيشها الشاعر. تحافظين عليك قصيدة مستقلة؟ تمام. نعم. وهل نستطيع أن نقرأ قصيدة أخرى؟ سأقرأ قصيدة من مجموعة الشعرية الأولى ابنة الجن. أيتها المدينة العارية من النور وداعا، أيتها المدينة المزدحمة بحزني وداعا، قطار المساء المحمل بالرحيل يشق الغبار ويأتي تماما كموتي ليعلن أني سأهجر بيتي وأهجر بيتي لأترك قلبا وأترك صمتا. نعم. وفي محور علاقة المرأة بالأدب أسألك: كيف تفكرين بالمرأة شعريا؟ هل هي من مقومات بناء القصيدة جمالا أم هي هدف لقصيدتك؟ القصيدة هي أنا كامرأة، أنا كوطن. القصيدة تمثل هموم شعبي، تمثل المرأة المقموعة أحيانا، المرأة التواقة للحرية. في كتاباتي في هناك غير القصائد، هناك القصص التي أكتبها. مثلا عازفة البيانو هي أنا. عندما أكتب ابتسمت شجرة التوت كنت أنا. عندما كتبت في طفولتي
أول مسرحية للأطفال كتبتها كان عمري 9 سنوات، كان عنوانها الفتاة التائهة. كنت أنا كطفلة، أنا كأنثى، كامرأة. كتبت سيدتي كوباني سلاما، وجدتها امرأة ناضلة عابقة بالحرية. كل شيء أكتبه فأجد فيه المرأة. ومن هنا، هل المرأة تكتب عن معاناتها الشخصية أكثر أم عن معاناة الآخرين كتعبير عن روح التضحية لديها؟ عندما يخرج الإنسان بشكل عام، عندما يخرج عن إطار ذاته، أعتقد بأنه سيكتب عن معاناة الآخرين أكثر. سيكتب عن معاناته، ولكن سيترجم معاناة الآخرين، سيكتب معاناة الشعب، سيكتب معاناة الفقير، سيكتب عن كل شيء، لأنه يمتلك إحساسا خلقه الله فيه منذ الأزل. نعم، المرأة يقال بأنها توازي الربيع، ولكن في كتاباتها ترد كلمة الخريف كصورة عن معاناتها أكثر. ترى ما السبب في ذلك؟ أنا في كتاباتي كلها أذكر الربيع دائما. نعم. ربما تكونين متفائلة. نعم. ربما هي انعكاس لحالة الشاعر أيضا أو الإنسان بشكل عام. دائما أقول على الإنسان، على لحظات الحزن، أن لا تأخذ من الإنسان أكثر مما ينبغي. عليها أن تكون لحظات فقط، ليست أيام وليست ساعات. على الإنسان دائما أن يحب الحياة، أن يناضل من أجل الحياة. وعلى الشاعر أن يترجم هذا الجمال، هذا التفاؤل، يقدم شيئا بذلك للبشرية. أنت لا تحبين الروح اليائسة في القصيدة، تحبين الروح المتمرد. طبعا الحزن جزء من القصيدة. يقول غوتيه: الشاعر معدنه الألم. لا يمكن أن نتخلص من أحزاننا، ولكن أن نكتب الأحزان بروح جديدة، بروح الغد، بروح شمس الصباح التي تشرق حاملة معها العصافير. ومتى تحسين بأنك متحررة أكثر؟ حينما تنتهين من نسج قصيدة أم حين تحلين إشكالا اجتماعيا ما كونك ناشطة حقوقية؟ أعتقد أن كلا المجالين يرفضان شيئا واحدا، يرفضان حضارة الإنسان، يرفضان البشرية، يخدمان الإنسان بأي مجال كان. القصيدة تبعث التفاؤل، تحيي الروح البائسة، والمجال الحقوقي يقدم شيئا للإنسان، شيئا لحقوق الإنسان المهدورة في هذا المجتمع. الشاعرة شهناز شيخي، لماذا كلمة المرأة تحاز على التصفيق والنشر والإعجاب، وكلمة الرجل تحاز على اللامبالاة؟ أعتقد بأننا لازلنا مجتمعا مريضا. ربما هذا ليس ذنب القارئ، ربما ذنب كم هائل من سنين القمع التي عاشها. ربما حين يتحرر المجتمع بالتأكيد سيتحرر القارئ، وسيكون الشاعر حرا فيما يكتب. يستخدم الرجل كلمة المرأة كوسيلة لإيصال صوره الشعرية، لماذا لا تلجأ المرأة إلى نفس الأسلوب؟ أعتقد بأن المباشرة في استخدام الكلمة تخلص منها الشعر الحديث أو القصيدة الحديثة، ولكن المشاعر هي المشاعر يترجمها الشاعر دون أن يفكر كثيرا هذه كلمة رجل أو كلمة امرأة. وربما تقول إذا كان هناك كلمة امرأة كثيرة متداولة في القصيدة، فربما المرأة أقوى من الرجل في هذه المشاعر. نتمنى ذلك، نتمنى أن تكون أقوى. ونختتم هذا اللقاء بعدة أبيات من عندك. أيضا مجموعتي بلغة الأم ولاطينة. قلني آزادی گرانه، خوش بریا بیواریا زندانه، قلني آزادی هسري تامار وشاغانه. وفي الختام لو تقولين كلمة أخيرة لمستمعي راديو هيب FM وكلمة للشعراء الشباب الكرد. أولا أبارك للوطن، أبارك صمود كوباني، أبارك حرية كوباني، وأحيي أرواح الشهداء
الذين هم دم الأزهار لربيع قادم في كوباني. وأوجه تحية أيضا للشعراء الشباب، وأتمنى أن يصقلوا الموهبة بالثقافة وأن يتعبوا من أجل القصيدة، فهي تستحق منا التعب. أعزائنا المستمعين، كنتم في منتدى هيب الثقافي، وكانت الشاعرة والناشطة الحقوقية الأستاذة شهناز شيخي ضيفاً.